بسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. تحل علينا نعمته ورحمته وبركته من الآن وكل أوان إلى ظهر الدهور كلها أمين. كل سنة وانتم طيبين. النهاردة عيد نياحة البابا كيرلس، وده يعني حبيب الأقباط كلهم في مصر وبره مصر وفي كل العالم. يعرف مين هو البابا كيرلس السادس، وعشان كده النهاردة احنا بنصلي على المذبح اللي باسمه في كنيستنا. فالمذبح هنا هو باسم البابا كيرلس والشهيد العظيم مريمينا العجيب. بركة شفاعته تكون معانا وتسندنا، ونقول له اشفع فينا يا سيدنا، ان ربنا يدينا نعيش زي ما عشت، وقلبنا يكون مليان بحب ربنا زي ما كنت بتحبه وسلمت له حياتك وحفظت الكنيسة في الحقبة بتاعتك في رئاستك ليها. النهاردة هو الاثنين في الأسبوع الرابع، وكده يبقى خلاص احنا بنقرب من النهاية. ده آخر أسبوع في النص الأولاني من الصوم، ويبقى باقي 3 أسابيع فاضلين، يعني فاضلنا 3 قداسات تاني بس والصوم يخلص. بيجروا هوا على قد ما بيكون في الأول بيبقى تقيل وبنبقى حاسين احنا مش هنقدر، لكن الأيام بتبقى ما فيها نعمة حقيقية، وخصوصا الصوم الكبير. الأسبوع ده معروف بأسبوع المرأة السامرية، وفي تدبير الكنيسة وتدبير الآباء في وضع القرايات بتاعت الكنيسة نلاقيه بيركز على الإنجيل، ويقول لنا كده إن الأسبوع ده كله إحنا بنجاهد من أجل أن يكون لينا عشرة بالإنجيل. إيه اللي ربط الإنجيل بالمرأة السامرية؟ المفروض ان ده اسبوع المرأة السامرية، احنا هنجاهد عشان ناخد النعمة اخر الاسبوع يوم السبت والحد. ايه اللي يخلي الاباء يتكلموا طول الاسبوع ده كله عن الانجيل؟ ماله ومال المرأة السامرية؟ لا، ايوه صح برافو عليكي. أول حاجة المرأة السامرية دي ما كانتش هتعرف تخلص إلا لما قعدت تسمع كلامه، فكان في حوار ما بينها وما بينه وقعد يتكلم معاه. ده نمرة 1. نمرة 2 اللي قاله لها رب المجد نفسه، قال لها اعطيني لأشرب، أنا عايز أشرب، وريني كده هتعرفي ترويني ولا لأ. فرحت لما عجزت أمامه قال لها لو كنت تعلمين من الذي يقول لك أعطيني لأشرب لطلبت أنت منه فأعطاك ينبوع ماء حي. وقالت له أيوة اديني الينبوع ده، أنا مش عايزة أجي هنا تاني. وده ربط قوي جدا ما بين كلمة ربنا وما بين المية. فكلمة الله هي المية اللي بتروينا، مش المزمور قال كده؟ فاكرين المزمور الأول بيقول طوبى للرجل، يقول يكون كالشجرة المغروسة على مجاري المياه يلهج في ناموس الرب نهارا وليلا. فاللي قاعد على الإنجيل ده مروي، اللي قاعد على الإنجيل الشجرة بتاعته محطوطة جنب المية بتنشفش أبدا. وعشان كده مقولة جميلة لأبونا بشوي كامل يقول يوجد رجاء لأكبر خاطي بس بيقرأ الكتاب المقدس، وهناك خطر على أعظم قديس يهمل قراية الكتاب المقدس. من غير الإنجيل نضيع، من غير الإنجيل الشيطان يضحك علينا، من غير الإنجيل ما نبقاش مصحصحين واخدين بالنا. ممكن في لغفة في غفلة أخطيت في وقت الشيطان يحط لي فكرة بعيدة عن الإنجيل خالص وبعيدة عن فكر الإنجيل، ويجي الإنجيل بتاع النهاردة يقول لنا أنا عايزكم وانتوا بتقروا الإنجيل تقروه بروح الإنجيل. فالأسبوع النهاردة بدايته يوم الاثنين يكلمنا عن روح الإنجيل، وكأنه عايز يقول لنا هو الإنجيل عايز يقول لي إيه. فيحط لنا المثل بتاع وكيل الظلم باختصار شديد عشان وقت القداس وعشان وقتكم. واحنا اتفقنا ان احنا مش بنوعظ، احنا بناخد تدريب لينا بنعيش بيه الأسبوع. مثل وكيل الظلم مثل شوية يلخبط،
وكتير يبقى مش فاهم يعني هو الراجل ده عمل حاجة كويسة ولا عمل حاجة وحشة. عشان نفهم ده هنركز في 3 نقط مهمين جدا. أول نقطة بيقولها لنا المثل إن صاحب الوكالة هو الله. الله هو صاحب كل شيء، له السماوات والأرض وكل ما فيها. لكن في نفس الوقت يقول إن السماء دي لله والأرض أعطاها لبني البشر. هي الأرض دي بتاعتك ولا بتاعت ربنا؟ لا، بتاعت ربنا. بس الأرض ربنا من محبته لينا اداها لنا إن احنا نشتغل فيها. احنا مش بتاعتنا، لكن هي بتاعته واحنا وكلاء عليها بكل ما فيها، بكل ما فيها. بما فيها حياتي مش ملكي، لأن حياتي ما بقتش ملكي يوم ما المسيح مات عني. فحياتنا التي نحياها الآن هي ليست لنا بل للذي مات من أجلنا وقام. أنا مش صاحب نفسي، ولا مالي ولا أرضي ولا أولادي حتى اللي من صلبي ومن لحمي ومن دمي، دول مش بتوعي، دول بتوعه هو. حتى لو كان في عمل صالح، لو كانت في فضيلة، برضو ما هياش مني. فأي شيء مني هو من الله، هو صاحب الكل. وأنا ما إلا دي نمرة 2، أنا وكيل عنده. هو اداني ده وقال لي هنتحاسب في الآخر. عشان كده ادى أمثلة كتير رب المجد عن فكرة الوزنات، وقال بنفسه من هو يا ترى الوكيل الأمين الحكيم الذي يقيم سيده على عبيده ليعطيهم طعامهم في حينه. وكأنه قاعد عمال يدور في وسطينا مين الأمين في وقت قلت فيه الأمانة. يمكن في آية جميلة جدا قالها سليمان الحكيم، قال إن الجميع يتكلمون بالصالحات، أما الرجل الأمين فمن يجده. تخيلوا أيام سليمان الحكيم، واضح أنه كان على أيامه في ناس يعني حرامية كتير. حتى سليمان بعد مجده ده وبعد موته مملكته اتنهبت، ما بقتش بغنى الملك اللي كان فيه سليمان. وكان ده بسبب ان كانش فيه ناس أمناء حواليه. فقال الآية دي أما الرجل الأمين فمن يجده، مفيش. ويقول المزمور قلت الأمانة من بني البشر، لأنهم افتكروا ان المال مالهم، وافتكروا ان الحياة بتاعتهم، وافتكروا ان كل حاجة ربنا مدها لهم دي بتاعتي أنا. يا ريت بس على كده، ده احنا كمان بقينا بنحوش البركة عن ولاد ربنا. مش بس انا باخد لفت، ده انا كمان طماع ومش عايز ادي اخوي. اما الجزء الثالث، فنمرة 1 انا مش صاحب حاجة، نمرة 2 انا وكيل. والوكيل هنا هو عشان نبقى فاهمينه شوية عنده شوية صلاحيات. يعني ربنا اداله الوكالة واداله صلاحيات كتير من عنده اشتغل بيها، بس المهم انك بتشتغل لإيه؟ لحساب. وتفتكروا في المثل بتاع الوزنات، راجل صاحب الوزنة الواحدة لما ربنا جه يحاسبه وقال له أنا عرفت أنك أنت يعني بتزرع من حيث لا تحصد وتحصد من حيث لا تزرع، وأنك قلبك قاسي، فأنا خفت فرحت دفنت الوزنة بتاعتك. عاتبه وقال له إيه؟ قال له طب لما أنت عارف كده ما رحتش ليه شغلتها؟ كنت حطيتها عند بتوع الصيارفة، على الأقل كانت جابت فوايد. فراح وقف ربنا وقال له خذوا منه صاحب الوزنة ده، خذوا الوزنة بتاعته واعطوها لصاحب ال5 وزنات. لأنه الحقيقة معرفش يتاجر صح، معرفش يعمل الشغل اللي كان مطلوب منه. يعني هو ده اللي هنقف بيه قدام ربنا في اليوم الأخير. هيقول لي اديني حساب وكالتك اللي أنا اديتها لك عملت بيها إيه. أما الجزء الثالث بقى، فالجزء بتاع النهاردة ده، وهو ده بقى روح الإنجيل بقى اللي بنتكلم عنه طول الأسبوع. وكيل الظلم. يقول إن الراجل أول لما عرف إن سيده سيأخذ منه الوكالة خلاص اتفضح، والناس راحوا اشتكوه، وصاحب الوكالة عرف إنه حرامي، فهيمشيه وهيطرده. قعد بينه وبين نفسه ويفكر،
أعمل إيه يوم ما يطردني؟ فراح فكر وقال أنا أجيب كل المديونين اللي عند سيدي. وفعلا عمل كده، جاب أول واحد قال له أنت عليك كام؟ قال له عليا 100 كر قمح. قال له لا، قطع الإيصال اللي معاك واكتب 80. واحد تاني قال له 100 بس زيت. قال له لا، قطع ده واكتب 50. فمدح السيد وكيل الظلم، مدحه عليه انه حرامي. الحكمة في ايه بقى؟ يبقى الحكمة في انه فكر بعد ما يتعزل عن الوكالة. هو ده المديح اللي مدحه السيد. والسيد هنا على فكرة مقصود بيها الراجل اللي كان شغال عنده، يعني مش رب المجد يسوع، مش السيد المسيح. ده بيقول المثل كده، فمدح السيد وكيل الظلم، لانه عرف هو عمل ايه. بس الحقيقة في نقطة مهمة جدا بقى نفهمها في الموضوع ده، عشان احنا نقدر نعيش بنفس اللي عاشه هذا الرجل ونمتدح من الله زيه. الراجل ده على فكرة هو كل اللي عمله انه ما ضيعش مال صاحب الوكالة، ما ضيعش مال سيده. الفلوس اللي شالها هي تعتبر الأرباح بتاعة الحاجة اللي الناس خدوها، فكان هو كوكيل ليه نصيب فيها، العمولة بتاعته يعني. فهو عمل ايه؟ ضحى بالعمولة بتاعته، وراح جاب الراجل وقال له حط أصل المال ده 80، اكتب 80، مش هاخد منك 100. بتاع القمح اكتب 50، لأن كانت العمولة بتاعته 50%. فراح شايل العمولة وحط أصل المال للراجل صاحب المال، فهو ما سرقهوش لكنه ضحى. والتضحية هنا بقى هو إنه عرف يترك علشان بكرة. واخدين بالكم من الفكرة؟ اللي سابه النهاردة من عمولة خلاه بكرة يبقى ليه أصدقاء من مال الظلم ده. وكلمة مال ظلم إن المال مش بتاعه، دي مش حاجتي. فهو راح ساب علشان خاطر بكرة يقف قدامهم يقبلوا، يرحبوا بيه، يدخلوه بيوتهم، ممكن يشغلوه عندهم. وكتير مننا بيبقى دايما باصص إنه عايز ياخد، مش عايز يترك. روح الإنجيل هي الترك. لو عرفت تترك ستأخذ كل شيء. وقال رب المجد كده: من يترك من أجلي يأخذ 100 ضعف والحياة الأبدية. أنت بتسيب من حقك، بتسيب من حياتك علشان خاطر المسيح وعشان خاطر ولاده. قصة جميلة جدا في سفر الأعمال لطبيصة اللي كانت من تلاميذ الرب المجد يسوع. طبيصة نظرت حياتها وعاشت البتولية. كان من حقها تتجوز، صح ولا لا؟ من حقها، الجواز مش خطية، لكنها رفضت انها تتزوج، وقالت انا هعيش حياتي اخدم ولاد سيدي. طب قالوا لها طب ليه ما تتجوزي؟ لا ملكوش دعوة، انا هترك حقي عشان اخدم ولاد سيدي. كانت كل اللي بتعرف تعمله انها كانت بتعرف تخيط، معاها الابرة بتاعتها والقماش، وكانت تصنع أقمصة وهدوم للأرامل وللأيتام. هي دي الحاجة اللي كانت بتخدمهم بيها. لما ماتت طبيصة وجي بطرس الرسول، إيه اللي حصل؟ نشوف مشهد عجيب جدا. نلاقي الناس بقى الفقراء والمساكين اللي كانت بتخدمهم وكانت بتديهم، هم اللي واقفين وعمالين يذكروا الست دي عملت معانا إيه. تيجي تمسك واحدة تمسك كده الفستان وتقول لبطرس الرسول، تقول له ده الفستان اللي عملته لي طبيصة، ده اللي هي اللي عملته لي، هي اللي كاستني، هي اللي ادتني، هي اللي وقفت جنبي، هي اللي ساعدتني وقت ما كنت محتاجة، وقت الضيق لما كنت تعبانة ما لقيتش غيرها، هي اللي كانت جنبي وسنداني. هي عملت ايه هنا؟ صنعت لها أصدقاء. صنعت لها أصدقاء بس مش في الأرض، صنعت لها أصدقاء في السماء. وعشان كده رب المجد في الآخر بقى راح قال الآية الأخيرة في الإنجيل النهاردة، قال لنا هكذا أنتم اصنعوا لكم أصدقاء بمال الظلم. أصدقاء فين؟ في السماء. حتى إذا فنيتم
يقبلونكم في المظال الأبدية. تطلع السماء بقى تلاقي ليك أصدقاء فوق. المثل الكبير الحلو اللي بنقوله دايما إن الفقراء هم حمالين البركة والخير بتاعنا اللي احنا معانا ده، اللي هو مش بتاعنا، بس هم اللي بيشيلوه لنا بيوردوه لنا للسماء. اصنع لك أصدقاء كده. ده على مستوى العطاء، لكن كمان حتى على المستوى الحياة الشخصية. ايه رأيكم لما يكون، وده بكتير طبعا، ممكن نتخانق مع بعض ويوصل الموضوع لقواضي بين 2 اخوات علشان خاطر ورث، ويبقى كلام تافه يعني، حتة مش عارف واحد خسر اخوه في حتة ارض عشان مرضيش يسيب له 20 سنتي في الارض بتاعة الحيطة، فما بيكلموش بعض. طب ايه رأيكم لو كان في واحد منهم ترك 20 دي؟ ما هي حق، بس انا هتركها عشان خاطر اخويا. انا كده صنعت اصدقاء بمال الظلم ولا لا؟ انا كده فكرت في بكرة ولا لا؟ وعشان بكرة انا سبت النهاردة، ايه المشكلة؟ طب ايه المشكلة لو سبت بقى من حقك وسبت من وقتك وسبت من صحتك عشان خاطر السماء؟ هي دي روح الانجيل. روح الانجيل انك تبص على السماء، بص على اليوم ده، بص على اللحظة اللي فيها هتقف قدام ربنا. مش ده اللي عمله البابا كرولوس؟ بص على السماء. حتى لما ربنا اداله وكان يرسموه، البابا كرولوس كان هيترسم بطرك من قبل رسامته بكتير قوي، وفي مرة تاني اختاروا ان يكون اسقف، وهو كان يترك ويجري ويهرب ومش عايز ده كله. لكن حتى يوم ما تولى المنصب وصار رئيس كهنة الكنيسة بتاعتنا، يقول انه فضل بنفس روحه. بابا اصبح راهب، راهب اصبح بابا، والبابا فضل راهب زي ما هو، ترك كل حاجة، ما حطش حاجة جواه ابدا، لا اكل ولا شرب ولا لبس ولا حاجة. كان باصص على اليوم دوت. اترك. وتعالوا نتعلم الاسبوع ده بقى نترك لاجله، ما نمسكش في الحاجة. لا نملك شيء، احنا لا نملك شيء، احنا وكلاء بس. وربنا بيدور ويقول من هو يا ترى الوكيل الامين الحكيم. عمال يدور كده فينا، مين الوكيل الامين الحكيم؟ وكنت امينا في القليل اقيمك على الكثير. ولو ما كنتش امين في القليل اللي ربنا اداهولك، من يأتمنكم على الحق؟ مش هتاخد النصيب بتاعك اللي فوق. ومن اجله نترك كل شيء، واعمل زي ما عمل متى، ترك كل شيء وتبع يسوع. اعمل زي القديس العظيم انبا انطونيوس، ترك كل حاجه ومشي وراه. خد 100 ضعف ولا ما خدش؟ يوه. مكسيموس ودماديوس، المحبه اللي ما بيننا لو تركنا عشان تفضل المحبه، اكيد هيجي اليوم اللي نقف فيه قدام ربنا يمدحنا ان احنا تركنا ده علشانه، فيقول لنا عما ايها العبد الصالح والامين، كنت امينا في القليل اقيمك على الكثير، ادخل الى فرح سيدك. ربنا يعطينا نعيش كوكلاء امناء، ونعيش نترك من اجله، وتبقى عينينا على السماء. لإلهنا كل المجد الدائم من الان والى الابد، امين.